السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله قصتنا عن ملك فاسد اتقتل عن طريق الجن. بس هتعرفوا دلوقتي ازاي والطريقة ازاي وكان لابس ايه ساعتها. بس قبل اي حاجة ما تنسوش السبسكرايب، لايك وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا نبدأ قصتنا النهارده. نبدأ قصتنا. طبعا لازم تعرفوا ان الحارس والحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فمفيش حاجة اسمها قميص هيحميني من الجن. نبدأ قصتنا القميص اللي ظهر في فيلم اسمه الفيل الأزرق طلع مش من وحي الكاتب، طلع حقيقي وموجود حاليا في المتحف الفني الإسلامي، موجود في القاهرة. ما تيجي نعرف كده قصته ايه والقميص ده ايه وكان لمين وفي أي مكان. قميص سحري مش معمول منه غير 7 قمصان بس. تبدأ حكايتنا في زمن الصفويين لما كانوا بيحكموا إيران من حوالي 1000 سنة تقريبا كده، في عهد صفي التاني ابن عباس التاني، وكان مشهور باسم سليمان الأول. ومسك الحكم وهو عنده 19 سنة، وكان شاب صغير. الفلوس والستات قلبوا دماغه لدرجة إنه نسي إنه ماسك قيادة دولة كاملة، وبعد عن السياسة تماما لدرجة إنه بطل يحضر أي مجالس من مجالس الشورى أو مجالس بتتكلم عن حال الدولة. حتى الوزراء كان بيختارهم بعشوائية، وأغلب الوقت مش واعي ومش مركز أو بيكون مع الجواري، وغايب عن الوعي تماما من كتر السكر وشرب الخمر. والدولة بقت شبه خرابة، أي حد يدخلها ياخد منها اللي هو عايزه أكن ملهاش سلطة. وجوه المملكة الشعب ما كانش لاقي ياكل، والوضع ساء أكتر وأكتر. وفضل الوضع كده لغاية ما الملك تعب من كتر الخمر والستات، وهنا بعت للدجالين بتوعه عشان ياخد رأيهم في اللي بيحصل معاه. وهنا الدجالين بقوا يطبلوا للملك وقالوا إن السبب يوم ما استلم العرش الكواكب، قال يعني كانت متعامدة، وإن دي أنحس ساعة في حياته. وقالوا له كمان إنه هيتقتل في فترة قصيرة، وعشان ينقذ نفسه إنه يعيد مراسم استلام العرش مرة تانية وهو لابس قميص سحري، قميص اتصمم مخصوص عشانه يقدر يغير مصيره المشؤوم. فأمرهم الملك يصمموا القميص وبسرعة. القميص ده اتصمم من قماش مفيهوش ولا قطع ولا خيط، عبارة عن قطعة قماش واحدة، طوله حوالي 137 سنتي وعرضه 89 سنتي عند الكتف اللي هو الكتاف يعني، والوسط كان طوله 92 سنتي. وده يدل إن الملك كان ممتلئ يعني تخين شوية. وكل حتة في القميص مميزة، مليانة بالأشكال والرسومات المميزة عشان تحمي اللي هيلبسها. وكل حاجة في القميص كانت برقم 18، دواير، مربعات، نجوم، أي حاجة كانت أرقامها 18. ولو شفت القميص هتحس من أول مرة إنه مكتوب عليه آيات دينية، بس لو ركزت شوية هتلاقي إنه مكتوب عليه طلاسم وحاجات مش مفهومة من كتب شمس المعارف. المهم الملك المفروض يلبسه في كل وقت وما يقلعوش أبدا، بس فضل حاله زي ما هو وما تصلحش، وفضل كده لحد سنة 1694. الحراس سمعوا صوت ناس كتير خارجة من جناح أبو سليمان الملك وكلامهم مش مفهوم، وفجأة سمعوا صوت صراخ الملك. طلعوا يجروا على الجناح، بس للأسف ملحقوش الملك، وكان على وشه ملامح صدمة وخوف. الملك في الفترة الأخيرة كان دايما في حالة خوف ورعب، ودايما كان حاسس إن حد بيراقبه، وكان عارف إنه هيموت في أي وقت. الحكومة بتاعته كانوا خايفين على الدولة لا تتضرر، فالوزراء قالوا إنه مات بسبب الخمرة. بس بعد فترة الحراس قالوا اللي حصل إن القميص هو السبب في اللي حصل للملك، وإن الملك مات مقتول عن طريق الرقبة، واللي قتلوا الجن، وإن الدجالين هما اللي سلطوا الجن يخلصوا على الملك. القميص حاليا موجود في مصر في المتحف الإسلامي. جابوا راجل اسمه مصطفى بيك شمس الدين لرئيس المتحف وتحايل عليه عشان ياخده. في الوقت ده كان رئيس المتحف اسمه ماكس هرينس، فكان شاكك ان الراجل ده نصاب، بس جاب الخبراء عشان يتأكدوا ان القميص اصلي ولا لا. بس اتأكد انه اصلي،
ولغاية يومنا هذا موجود في المتحف الإسلامي. وهنا هنكون وصلنا لنهاية القصة بتاعتنا النهاردة. استنوني في قصة جديدة. كان معاكم ميرا، في رعاية الله، وسلام.